في عالم مليان وحوش شرسة بتنهش في كل حاجة قدامها، ومجتمع ما بيعترفش غير بالقوة. بيظهر شاب ضعيف قدرته ما تتعداش شرارة صاع الكهرباء، وبيتحدى الكل ويدخل امتحان نتيجته إما المجد أو الموت. يا ترى هيكون قده ولا إيه اللي هيحصل؟ بتبدأ الحلقة الأولى من قصتنا في مدرسة جيانج تشينج الثانوية رقم 2، وتحديدا في الصف الخامس السنة الثالثة. وبنشوف الأستاذ اللي بنعرف إن اسمه تشين واقف قدام المكتب وبيقول للطلاب: فاضل كام يوم على امتحان القبول الموحد، 20 سنة مذاكرة وشقة علشان اللحظة دي. اللي هيمتحنوا قسم الآداب اتأكدوا النهاردة بالليل إن أدوات الكتابة تكون جاهزة، واللي هيمتحنوا قسم الفنون القتالية لازم تجهزوا معدات القتال والأسلحة أكتر. وهأكد للمرة الأخيرة: امتحان القبول في كلية الفنون القتالية في خطر وموت. أي حد قدراته أقل من المستوى دي ما انصحوش إنه يختار قسم الفنون القتالية. وفي الوقت ده بنشوف واحد قاعد مبتسم وبيقول: هو يقصدني أنا؟ وبنعرف إن ده بطلنا واسمه مينج، كان عايش في عالم تاني واتنقل هنا، والعالم ده اسمه بلو ستار، والتكنولوجيا فيه شبه حياة بطلنا القديمة، لكن فيه وحوش شرسة ومتعطشة للدماء، وفي ناس صحيوا على قوة خارقة يقدروا يقاوموهم. وكل واحد هنا بيصحى على قوته وهو عنده 16 سنة، والقوة دي أنواعها كتير وغريبة، وعلى حسب تصنيف بلو ستار القوة متقسمة لمستويات مختلفة من A و B و C لحد G، وأغلب الناس بيكون مستواهم من D ل F. ولكن قوة بطلنا مستوى E، ودي قوة كهرباء ضعيفة زي صاع كهرباء صغير كده. وبعدين بنشوف حد بيخبط ايده على الديسك بتاع بطلنا مينج وبيقول له: بقول لك يا مينج، الأستاذ قال كفاية كلام، انت لسه ناوي تدخل امتحان الفنون القتالية؟ بقدرتك الإيه الهزيلة دي هتفضح المدرسة، أحسن لك تدخل قسم الآداب وتشتغل بعد كده كاتب صغير في شركتي وتعيش في حالك. ومرة واحدة بنشوف بنت بتزعق للولد ده: هوانج تيان، خليك في حالك. فبيبص لها هوانج تيان وبيقول: ماشي يا تشينج، بس هوريكم كلكم مين الأول في الامتحان. وبيمشي وهو بيكمل: الواد الحلو ده هيموت في أرض الامتحان. وتشينج بتتجاهل كلامه وبتقول لمينج: ما تاخدش على كلامه، كل واحد ليه قيمته، وانت لو غيرت لتخصص الآداب هتعيش حياة هادية في المدينة، هيبقى كويس برضه. وبعدها بيمسك بطلنا استمارة تسجيل امتحان القبول الموحد اللي فيه معلوماته ومطلوب منه يختار. وبنعرف انه في مملكة شيا العظمى اللي بطلنا فيها التعليم العالي متقسم لقسمين، وهما قسم الآداب وقسم الفنون القتالية. أي حد قدرته ضعيفة أو مش واثق في القتال ممكن يختار قسم الآداب ويعيش كشخص عادي، بس الناس اللي بتختار قسم الفنون القتالية لازم يدخلوا مكان مخصص وقت الامتحان الموحد ويقاتلوا وحوش شرسة لحد الموت. ومش هتدخل جامعة مستخدمي القدرات غير بعد ما تعدي الامتحان، وبعد سنين تدريب في الأكاديمية وعلى إيد المدربين ممكن تتخرج من مستوى غير مصنف وتبقى مستخدم قدرات حقيقي بقوة رهيبة. وبنشوف بطلنا بيتنهد وهو بيقول لنفسه: الأستاذ تشين وتشينج قلقانين يحصل لي حاجة لو دخلنا امتحان الفنون القتالية، بس في عالم مليان مخاطر زي ده حتى لو هربت من امتحان الفنون القتالية اللي نسبة الموت فيه عالية مش هقدر أهرب من الوحوش اللي ممكن تهاجم في أي وقت. أهلي في العالم ده ماتوا في هجوم وحوش جماعي، ومش عايز في المستقبل أواجه حاجة زي دي من غير ما يكون عندي قوة أقاوم بيها، وعشان كده أنا هختار امتحان الفنون القتالية. وبعدها بنروح لبيت في حي سكني وبنشوف واحد بيتمرن بكل قوته وبيشد بإيده على سلاح والكهرباء خارجة منها، وبيكون الشخص ده هو بطلنا اللي ماسك سلاحه وبيتمرن بكل قوة. ولكن مرة واحدة بيحس بتعب وإرهاق، فبيترمي على الأرض وهو مش قادر يتمرن أكتر من كده، والتعب اتمكن منه، وبيحط إيده على راسه وبيقول: من يوم ما صحيت على قدرتي وأنا مختار الرمح الطويل كسلاحي، وبتمرن عليه من 2.5 سنين على المستوى المبتدئ، لكن تقنية الرمح بتاعت اختراق العاصفة الكهربائية اللي كلفني 300,000 عشان اشتريه بيعوض شوية وبيخليني أقوى من واحد رتبته زيي، بس معدل موت الطلاب بيزيد كل سنة، ولو عايز أدخل جامعة مستخدمي القدرات لازم أقاتل بكل قوتي. وفي وسط ما بطلنا بيشد على إيده كده بتظهر قدامه شاشة زرقاء ومكتوب عليها: النظام بيشتغل. فبتلمع عين بطلنا بشكل مفاجئ وبيتعدل بسرعة في قعدته وهو بيلاقي مكتوب: هل تريد استلام هدية المبتدئ؟ فبيقول بطلنا بحماس: هي دي نسخة الغشاشين الخاصة بالناس اللي بينتقلوا لعوالم تانية؟ ايه اللي جوه الباكج ده؟ ولما بيفتحه بيلاقي ان هدية المبتدئ بتاعته بتشمل قدرة خارقة مستوى اس و200 نقطة قدرات. وبيقول بطلنا في سره: حتى في دولة كبيرة زي شيا العظمى الواحد ممكن يقعد 3 أو 4 سنين عشان يصحى على قدرة زي دي، واول ما تظهر الجامعات القتالية الكبيرة بتتخانق عليها وتدي لك موارد ملهاش نهاية لحد ما تبقى مقاتل من الصفوة. وعشان كده بطلنا بيقرر يتحدى مصيره ويغير نهايته، فبيمد ايده بسرعة وبيستلم الهدية، ولما بيبعد ايده بتكون في إضاءة قوية طالعة من الشاشة وبيكون استلم هديته وحصل على 200 نقطة. وبيبدأ تحميل برق ملك السحاب البنفسجي، وقلب بطلنا بينتعش من كتر طاقة البرق اللي بتضرب فيه، وبيكون جسم بطلنا كله عبارة عن شحنات ضخمة من البرق، وبتبدأ الشحنات دي تنتشر حواليه بشكل كبير لدرجة إنها بتكسر شباك الشقة وبتخرج براها وبتظهر كأنها حريق في الشقة، وبنت صغيرة بتشاور لأمها عليه وبتبدأ الناس تاخد بالها، وحد منهم بيتصل بالمطافي. وفوق بتكون طاقة بطلنا لسه بتحمل وهو بيتألم من كتر الوجع اللي حاسس بيه. وفي الشارع بنشوف الناس مستغربين ان السما بقت سودة مرة واحدة، وبنروح لمبنى وبنشوف وحش من البرق متشكل في السما، وفي واحد واقف جوه المبنى وبيقول: الرعد ده شكله مرعب، حاسس كأن في ضغط تقيل، ده شكله وحش شرس من نوع البرق القوي. وبعدين بيقول للعسكري وراه: خلي الكتيبة الثالثة في جيانج تشينج تستعد،
حالة تأهب فورا، وبنشوف الوحش العملاق من البرق بيتحرك بسرعة كبيرة وبيدخل شقة مينج اللي بيصرخ وعينه بتبرق من كتر الطاقة اللي متوجهة لجسمه. ولحظات وبيكون تحويل القدرة اكتمل، وبتبدأ الطاقة تخف تدريجيا حوالين بطلنا. ولما بيشد بطلنا على ايده بيلاقي الطاقة زايدة فيها، فبيبتسم وهو بيمسك ايده وبيقول هي دي قدرة المستوى اس برق السما البنفسجي الأعظم. دي مش زي الصاعقة الكهربائي اللي كان عندي قبل كده، دلوقتي ضربة واحدة نكسر أي حد. وبعدين بيبص للشباك اللي اتكسر والأوضة اللي اتدمرت وبيقول بس الإزعاج اللي حصل ده كبير، أنا حتى سيطرت عليها شوية، وإلا مش بس أوضة التدريب اللي كانت هتتدمر. وبيفتح شاشة النظام عشان يشوف ال 200 نقطة قدرات دي بتعمل إيه، وبيعرف إن النقط دي بيكسبها لما بيخلص على وحوش شرسة، واستهلاكها بيزود المستوى والمهارات، وإنه يقدر يشوف نقاطه وخيارات الترقية في لوحة النظام. فبيقول بطلنا حلو كده، أنا بحب النوع البسيط والمباشر ده من الغش. وبيفتح لوحة النظام وبيشوف معلوماته وقوته الجسدية وطاقته ومهاراته وكل معلوماته، فبيبتسم وقوته مأثرة عليه وبيقول بكرة الامتحان الموحد، لازم استغل ال 200 نقطة دول بحكمة عشان ارفع قوتي القتالية لأقصى حد. وعشان كده بيطلب من النظام يوزع له النقط، وبيضغط على الشاشة وهو بيكمل جوهر القوة الإي والإس بيكون في الجسم والعقل البشري. خلينا الأول نعزز الاتنين دول عشان هما الأساسيات. وبيبدأ يوزع نقط القدرات عليهم، وبيحصل هالة كبيرة من الطاقة حواليه. فبيقول مينج وهو مبهور هو ده الإحساس اللي بتحسه لما بتزود طاقة الدم وقوة العقل. وبعدين بيميل وهو بيشد قبضة إيده وبيبدأ يحركها بسرعة كبيرة وقوة رهيبة، وبيضرب بيها الأرض اللي بتتهز من قوة الشحنات الكهربائية اللي في الضربة. وده بيخلي بطلنا يبتسم وهو بيبص لإيده وبيقول بعد ما حسنت الصفات الأساسية، سواء كنت بتستخدم تقنيات قتالية أو بتتحكم في القوة، كل حاجة بتتقوى أكتر. وبيبص للشاشة يشوف زادوا قد إيه، فبيلاقي إن الاتنين زادوا 20 نقطة. وبيبتسم مينجو وبيقول مع قوتي الحالية دخول جامعة للقوة الخارقة مش هيبقى مشكلة. يا ترى وسط ال 100,000 طالب ترتيبي هيبقى فين؟ وهقارن ازاي مع العباقرة اللي اتدربوا من صغرهم مع مدربين كبار. وفي اللحظة دي بيخبط برجله ويرفع الرمح من على الأرض يمسكه في إيده وهو بيقول يلا نروح قاعة الفنون القتالية ونجرب أرقامي بالظبط. ولكن فجأة بنشوف حد بيكسر الباب برجله، وبيدخل أكتر من واحد من رجالة الإطفاء، وواحد منهم بيقول حصل نداء إنقاذ للحماية المدنية. فبيقول له مينج يمكن ده حصل بسبب اضطراب في تدريبي على القوة، بس كله تحت السيطرة ما تقلقوش. فبيتنهدوا براحة وبيسحب الراجل جهاز الإرسال وبيقول البلاغ اتقفل كله يرجع. وبيبتسم مينج وهو بيودعه، والراجل بيقول يعني كل الدوشة دي وطلع طالب بيتدرب على قوته؟ الجيل الجديد ده غريب فعلا. وبتتحرك عربية الإطفاء من المكان قدام الناس، وبينزل مينج من البيت، وبنشوف راجل بيكون قلقان عليه وبيسأله ايه اللي حصل. فبيطمنه مينج وبيقول له ان مفيش حاجة، وبيتحرك لقاعة التدريب بعدها. وعشان الشخص الخارق يبقى مستخدم قوة خارقة كاملة لازم يدرب الجسم والعقل سوا عشان يعزز قوة الإخراج. وعشان كده انتشر قاعات الفنون القتالية اللي بتوفر مساحات تدريب وتعليم، عشان مش كل أسرة هتقدر تدفع ثمن غرفة تدريب خاصة. وأشهر سلسلتين في عالم شيا العظمى هم الرعد القاصف والدب الشرس. الدب الشرس اشتراكه السنوي 100,000 وده للطلاب الأغنياء، أما الرعد القاصف فهو الوحيد اللي بيدي دخول مجاني للطلاب الثانوي. وبيلفت نظر بطلنا شخص في وسط الطلاب واللي بتكون قريبته اللي واقفة هناك، وبنعرف إن اسمها تانجي. فبيشاور لها بطلنا وبيقول تانجي ايه اللي جابك قاعة الرعد القاصف؟ وبتقول له تانجي انها هنا مع اصحابها. فبيقول بطلنا ماشي انا هروح اوضه التدريب. وتانجي بتكون مستغربه ان مينج شكله مختلف عن الاول، ولما صاحبتها بتسالها مين ده بتقول لها انه مينج قريبها وفي اخر سنه زيهم، وبكره عنده امتحان الفنون القتاليه. وبنشوف واحد واقف وراهم وبيقول البنت بتسالي ليه يا شياو، ولا انت شكلك وقعتي في حبه؟ فبتلمع عين شياو وبتقول له اكيد انت مش شايف طول بعرض ازاي، ده انا اتباهى بيه قدام الناس. ولكن فرحتها ما بتكملش وقلبها بيتكسر لما تانجي بيقول لها انه من المستوى اي، وحقيقي يا فرحه ما تمت يا شياو. وبنشوف الشاب اللي معاهم بيقول يعني داخل امتحان الفنون القتاليه بقدره مستوى اي، بصراحه لازم نعترف بشجاعته. فبترد تانجي شجاعه ايه، ده خطر كبير، انا كنت افضل انه ما يدخلش الامتحان اصلا. وبتقاطعهم شياو وهي بتسحب تانجي وبتقول لها خلاص كفايه كلام، يلا نشوف قاعه الرعد القاصف. فبيتحركوا كلهم عشان يجربوا اول مره ليهم في قاعه الرعد القاصف بعد ما قعدوا 3 سنين يتدربوا في الدب الشرس. وعند بطلنا بنشوفه ماسك الرمح وبيقول انا حاسس انه بقى خفيف كده ليه، يمكن عشان جسمي بقى اقوى، بس الامتحان الموحد بكره مفيش وقت الاقي سلاح افضل. وبيحرك الرمح بقوه وهو بيكمل يلا خلينا اشوف قوتي الكامله من غير تعزيز القدره. وبيتنهد بطلنا وهو بيحرك الرمح بقوه اكبر من اللي قبلها، وبيضربه بكل قوته في الحيطه، واللي في الحقيقه بتكون دايره تصويب ضخمه بتحسب القوه. وبنعرف ان قاعه التدريب معموله من معدن بيصلح نفسه اوتوماتيك جوه حدود مقاومته. وبيقول بطلنا قوتي الجسديه بقت ضعف قبل كده، معظم اللي صحوا على قوه بيقفوا عند 100 كال قوه جسديه، لكن انا. وبتبدا عينه تلمع بلون البرق وهو بيقرر يجربه عشان يعرف قوته. فبيضرب بايده وقوه البرق السما البنفسجي بتاعته وبيخبطها في دايره التصويب الضخمه وبتحسب له قوته وبتكون 3021 كال. وبيتحمس بطلنا وبيقول زي ما توقعت من قدره مستوى اس، حاجه مجنونه بجد. المتوسط للمستخدمين في المستوى الاول بيبقى حوالي 1000 كال بس، وانا لسه مش رسميا في المستوى الاول، ومع ذلك نتائجي زي حد في نص المستوى، ولسه كمان دي مش اقصى طاقتي. وبتبدا هاله الطاقه تزيد حوالين بطلنا وبيشد على الرمح وبيقول القوه الجسديه وتعزيز القوه وتقنيات القتال، الثلاثه دول ورقتي الرابحه. ومره واحده بيصرخ وهو بيقول عاصفه البرق تحتيم، وبينتشر ضوء بنفسجي قوي بسبب ضربته اللي كانت قويه
لدرجة إنها وصلت لكل اللي في قاعة التدريب، وافتكروا إن في زلزال بسبب اهتزاز الأرض تحتهم. وفي نفس الدور اللي فيه بطلنا بنشوف الطلاب بيجروا بسرعة، وبيقول الشاب اللي كان مع تانجي وشياو: دي طاقة قوية جدا، أكيد ده مستوى مستخدم قوة خارقة. وبتقول له شياو: مش المفروض الدور ده للتدريب بتاع طلاب الثانوية بس؟ وكل الوحوش اللي وصلوا للمستوى ده بدري السنة دي بيتدربوا في الدب الشرس، صح؟ فبيقول الشاب: يمكن واحد منهم جه هنا يغير جو مثلا، او طالب جديد قدر يوصل للمستوى ده فجأة. وبتقترح عليهم تانجي انهم يروحوا عشان يشوفوا بنفسهم، وبيتحركوا. واول ما بيوصلوا الممر فاصل بينهم وبين مينج، بتحس ان الطاقة جاية من قريب، وبتتفاجئ لما مينج بيظهر قدامها. فبتسأله اذا كان راجع البيت، وبيرد مينج: ايوه، عايز ارجع بدري عشان اتدرب واستعد اكتر. فبتتمنى له تانجي التوفيق، وبتسمع صديقها بيقول لها ان الموجة جاية من مكان قدام. فبتروح، وبيكونوا واقفين قدام اوضه طالع منها طاقه قويه، واول ما بيفتحوها بيشوفوها متدمره بشكل كبير. فبيتصدموا ازاي ده حصل، وقاعه التدريب مصنوعه من معدن بيصلح نفسه بنفسه. وبنشوف شياو بتقول وهي مصدومه: ده اخترق الذاكره على طول، ايه القوه دي؟ هو في طالب ثانوي في جيانج تشينج قوي كده؟ فبيقول الشاب اللي معاهم: غالبا ده مش طالب ثانوي، لسه حاسس بطاقه قويه في الاثر اللي سابه، ممكن يكون مستخدم قدره من الدرجه الثانيه دخل هنا بالغلط وجرب قوته في غرفه التدريب. وبيقول شاب تاني: انا كنت عارف ان مفيش طالب ثانوي يقدر يعمل هجوم بالقوه دي. وبيوافق شاب ثالث في رايه وبيقول: بالظبط، حتى العبقري اللي من عاصمه المقاطعه مش هيقدر، ما بالك بواحد من جيانج تشينج. وشياو بتقول بتفكير: بس لحظه، مينج هو الوحيد اللي عدى من هنا دلوقتي، مش ممكن يكون هو اللي عمل كده؟ يمكن يطلع عبقري مخبي قوته الحقيقيه ومستني يلمع في امتحان الفنون القتاليه بكره. فبيقول زميلها: انت شكلك قريت القصص الخياليه اللي على النت دي كتير، صح؟ بتجيب الكلام ده منين اصلا؟ وبيقول التاني ان ده مستحيل، لان مهما مينج طور من مستوى قوته الهجوميه مش هيزيد عن 300. وبيبص الشاب الاولاني حواليه كويس وبيقول: الممرات الاتنين دول بيطلعوا لبره، يبقى المقاتل ده اكيد خرج من الممر التاني عشان كده ما شفناهوش. ايه رايك يا تانجي؟ وبتكون تانجي واقفه بتتفحص الصخور اللي اتدمرت، وبتقول له ان يمكن يكون معاه حق. وبعدين بتمد ايديها لثغره في الحيط وبتقول لنفسها: العلامه دي شكلها من رمح. ولما بتفكر فيها شويه كمان بتقول: معنى كده ان مينج داخل امتحان الفنون القتاليه بمستوى اكبر بكتير من مستواه العادي. وتاني يوم اللي هو يوم امتحان الفنون القتاليه بنشوف الطلاب بيبداوا يتجمعوا في المكان، وكل واحد بالسلاح بتاعه، والضجه ماليه المكان، البعض متحمس والبعض خايف. وبنشوف بطلنا واقف بثقه والرمح على كتفه، والطلاب بيبصوا من السلك ومتهيأ لهم انهم شافوا وحيد قرن وحشي. وبتبدا حماساتهم تزيد وشايفين ان السنه دي الامتحان هيكون وحشي. وبنشوف شاب بيقول بلا مبالاه: وايه يعني وحيد قرن وحشي؟ لو مش قادر تتعامل مع وحش بالمستوى ده يبقى مالكش مكان في جامعه مستخدمي القدرات، حتى لو دخلتها بالحظ. فبيستغرب بطلنا مين الشاب ده، وبيسال صاحبه اللي واقف جنبه واسمه ليو. فبيقول ليو: ومين غيره؟ ده يانج، سيف الرياح اللطيفه من اولى ثانوي، سمعت ان عنده قدره بيه الريح السريعه والخفيفه، وكمان كسر الرتبه المجهوله وبقى مستخدم قدره من الدرجه الاولى. وبيقول بطلنا: يبقى هو ده العبقري اللي متوقعينه ياخد المركز الاول في امتحان الفنون القتاليه السنه دي. وبيكمل في سره: بس يا ترى مين الاقوى، انا ولا هو؟ وفجاه واحد بيزعق بصوت عالي عشان يلفت انتباه الطلاب ليه وبيقول لهم: انتباه يا جماعه، انا وانج، القائد العام لامتحان الفنون القتاليه في جيانج تشينج. وقبل ما نبدا هاكد على النقط المهمه: الامتحان هيبدا بالظبط الساعه 9 صباحا وهيخلص 9 بالليل، يعني مدته 12 ساعه. والامتحان هيكون في البلده المهدومه اللي ورايا. وزي كل سنه موقع الامتحان متقسم: المحيط الخارجي، المنطقه المركزيه، الدائره الداخليه، والمنطقه الاساسيه. هتاخدوا نقط مختلفه حسب نوع ومستوى الوحش اللي هتقتلوه، كل ما كان الوحش اقوى كان يستاهل نقط اكتر. وبيضيف لكلامه بنبره قويه: المنطقه الاساسيه زي الاسئله الاضافيه في الامتحانات، مخصصه للاوائل. المهم عايزكم كلكم تشتغلوا على قد قدراتكم، ما تعرضوش حياتكم للخطر عشان شويه نقط زياده. فبيقول بطلنا لنفسه: لحد امبارح كنت اجرؤ الف حوالين المحيط الخارجي بس، لكن دلوقتي انا داخل على الدايره الداخليه ويمكن حتى المنطقه الاساسيه. وبينتبه انهم بداوا توزيع ادوات الامتحان، والكل بيتجمع قدام الاستاذ تشين عشان يستلموا الادوات. وبيجي دور بطلنا، فبيقول له الاستاذ تشين: الشنطه فيها 3 حاجات، اول حاجه ساعه ذكيه بتتابع عدد ونوع الوحوش اللي هتخلص عليها وتحسب النقط في الوقت الحقيقي، وتاني حاجه شنطه ظهر تكتيكيه فيها 3 الواح طاقه ومشروب طاقه واحد وحقيبه اسعافات اوليه للاستمرار 12 ساعه، وتالت حاجه كره امان لما تتفعل بتعمل شبكه كهربائيه عاليه الجهد حوالين الشخص والوحوش العاديه ما تقدرش تكسرها. وبينبه عليه الاستاذ تشين ان استخدام كره الامان هيخليه يخرج من الامتحان، وبيفكروا ان حياته اهم من اي نقط يكسبها. فبيشكروا مينج على النصيحه. وبعدين بيلاقي واحده بتنادي عليه، فبيبص وراه وبيلاقيها تشينج، وبتقول له: انت ليه ما كونتش فريق، تحب تنضم لينا؟ وبيكون فريقها من المستوى سي، ومن ضمنهم ليو صاحبه. واحد من الفريق بيقول لها: انت قائده الفريق وحابه تساعدي الناس، دي حاجه حلوه، بس ده امتحان فنون قتاليه. وبيقول واحد تاني: الفريق اقصى حاجه 5 اشخاص، لو خدناه معانا هنجيب نقط عاليه ازاي؟ وبنشوف ليو بيضرب الواد في كتفه وبيقول له: احنا اتفقنا خلاص، ازاي بقى ترجعوا في كلامكم في اخر لحظه؟ وبيبدا الفريق يحصل فيه خلاف، ومينج واقف يتفرج وبيمسك ليو قبل ما يهجم على الشباب ويضربهم وبيقول له: خلاص يا ليو اهدى، انا مقدر نيتك. وبعدين بيبتسم وهو بيقول لهم: شكرا ليك انت وتشينج، بس انا ناوي ادخل لوحدي، روحوا انتوا كونوا فريقكم. ورغم استياء الاثنين من قراره الا انهم بيسيبوه على راحته وبيتمنوا له التوفيق. وبيشوف شاب من الفريق بيسحب تشينج وبيقول: احسن قرار اخدته، كويس انك عارف حدودك.
فبيبتسم بطلنا بهدوء على كلام اللهبل ده، وبعدين بيقول حتى من غيركم انا لسه قادر اجيب نقط عاليه. وبعدين بيبدا امتحان القبول في كليه الفنون القتاليه لجيانج تشينج 2037، وبنشوف طائرات المتابعه بتتحرك والكاميرات بتتفعل والبث المباشر بيبدا، وكل الطلاب بيتحركوا بسرعه وحماس، وكل هدفهم الجامعه وعايزين يسيبوا بصمتهم. وبنشوف تانجي بتجري هي كمان هي وصديقها، وفي بنت شايله سيف ضخم على كتفها وبتجري بحماس، ويانج هو كمان بيجري وسيفه في ايده، وكل واحد خطواته بتهز الارض. وبطلنا كان من ضمن كل الطلاب المتحمسين وكان حاطط هدفه قدامه، وبنشوفه بيضغط على ساعه الايد وبتظهر له شاشه النظام فاضيه، وبيعرف من الساعه انه تم تاكيد دخوله الامتحان، وبتطلع له رقم تذكره الدخول. فبيبتسم بطلنا وبيقول ده مرشح سنه اولى ثانوي لسه داخل وبيخلص على وحوش شرسه، جه الوقت اتحرك انا كمان. وبيبص لكل اللي بيجروا وبيكمل في سره. المسافه من المحيط الخارجي لحد المنطقه الاساسيه طويله، يبقى همشي على طول للمنطقه الاساسيه، وبتظهر قدامنا البلده المهدومه، وبطلنا بيدخلها بسرعه، ولكن اول ما بيدخل بيشوف واحد مرمي على الارض ومتصاب، فبيقولوا هو مصدوم ايه الاصابه الوحشيه دي، ده ملحقش حتى يستخدم كره الامان بتاعته. عشان كده الاستاذ تشينج كان بيقول انسحب من الامتحان، لما كنتش اتطورت للمستوى اس كان زماني زي الشاب ده بالظبط. فبيقرب بطلنا من الشاب وبيضغط على الساعه بتاعته عشان ينادي فريق الدعم، وبيقول لنفسه اول ما تتحرك مفيش رجوع. امتحان الفنون القتاليه طلع وحشي لدرجه كبيره، الفرصه دايما معاها مخاطره، مش كل واحد بيجيله فرصه يتحدى مصيره ويغيره. ولكن فجاه بتنتبه حواسه لما بيسمع صوت جاي من وراه، وبنشوف رجل وحش بتخبط في الارض، وبيظهر وحش شبه القطه بس بشكل مرعب. فبيبص له بطلنا وبيقول في سره هم سايبين واحد عايش عن قصد عشان ينصبوا كمين لاي حد يقرب، يعني ده فخ. وبيبدا بطلنا يتحرك بجسمه لورا بعيد عن الوحش اللي بيهجم عليه في اقل من ثانيه، ولكن بطلنا بيتخطى هجمته بسهوله وبيبعد عنه، وبيقع الوحش بعيد عنه. فبيركز بطلنا على شكله وبيقول جسم رشيق ومخالب حاده وعضه قوتها اكتر من 1000 كيلو، اكيد مش واخد لقب قاتل المبتدئين من فراغ. وبيشوف الوحش بيبص له بقوه وشراسه، فبيقول بطلنا لنفسه السبب ان الوحوش الشرسه اسمها في كلمه شرسه هو انها عندها هاله خاصه مرعبه بتخوف الفريسه. انا سمعت ان اغلب الخوارق اول مره يقابلوا وحش شرس بيبقوا عاجزين قدام الهاله دي، وما بيقدروش يطلعوا حتى 30% من قوتهم، او بس يستنوا لحد ما يموتوا. العائلات الغنيه بتأجر حراس مستخدمين قدرات مخصوص عشان ياخدوا اولادهم للبريه من بدري عشان يتعودوا على هاله الوحوش الشرسه، وانا طبعا ما عنديش الرفاهيه دي، ودي اول مره اواجه وحش شرس بجد. وفي ثانيه بيهجم الوحش على بطلنا بسرعه كبيره عشان يخلص عليه، ولكن بطلنا بيشد على الرمح بقوه وبيرفعه ويغرزه في الوحش من غير ما يرفله جفن وهو بيخلص عليه. وبعدين بيقول لنفسه واضح كده ان الهاله دي مش مأثره عليا خالص، وبيسحب بطلنا الرمح بتاعه من الوحش لما النظام بيقول له انه خلص على وحش شرس من غير رتبه اوضه الظل. وبالمناسبه خليني اقول لكم ان الوحوش الشرسه متقسمه 9 رتب من الاولى للتاسعه، واي وحوش تحت الرتبه الاولى تعتبر بلا رتبه، ودي بتساوي الخوارق من البشر. فبيبص بطلنا للشاشه من ساعته وبيقول لما بخلص على الوحوش باخد نقاط قدره، والنقاط دي بتقوي قوتي، لكن الوحوش اللي من غير رتبه نقاطها قليله. فبيقرر بطلنا انه طالما مش بيتاثر بالهاله مفيش داعي يضيع وقت في المنطقه الخارجيه، ولازم يوصل للمنطقه المركزيه بسرعه. وبتبدا رحلته في التخلص من الوحوش الشرسه اللي بلا رتبه، ووحش ورا التاني بيزود نقط مش بطاله لحد ما بيجمع عدد كويس من النقط، لكن اللي ناقصه دلوقتي هو خبره قتال حقيقيه. فبيفكر بطلنا مع نفسه وبيلاقي ان استخدام رعد السما البنفسجي بيخلص على الوحوش اللي من غير رتبه فورا، بس كده ما بيزودش قوته بفعاليه، وكمان كل ما رتبه القدره تعلى كل ما استهلاك الطاقه بيزيد، وهو لو استخدم اقصى قوته برعد السما البنفسجي مش هيقدر يحافظ عليه ولو ساعه واحده حتى. ده قبل كده لما كانت قدرته من مستوى اي وطيار ضعيف كانت بتستمر اكتر من 3 ساعات، وامتحان الفنون القتاليه مدته 12 ساعه كامله، فما ينفعش يضيع قدراته قبل ما يدخل المنطقه الاساسيه. فبيقرر انه يكمل على الاستراتيجيه دي لباقي الطريق، وهيخلص على الوحوش الشرسه باستخدام تقنيات الرمح بس عشان يزود خبرته القتاليه. ومره واحده بيظهر قدامه وحش وحيد القرن الضخم اللي بيهجم عليه وبيطير عربيه من مكانها، فبيجري بطلنا بعيد عنه، ومره واحده بيلف بسرعه وبينط فوق منه وهو بيلف بجسمه، وبيمسك رمحه وهو بيوجهه للوحش وبيضربه بيه في نص دماغه، فبيصرخ الوحش من الالم وبيسيبه بطلنا وبينزل بعيد عنه بعد ما خلص عليه، وبيتنهد ورمحه على كتفه وبيقول سرعتي في القضاء على الوحوش بقت اسرع بكتير من الاول، حتى وحيد القرن الوحشي ما بقاش صعب، معقوله تقنيه الرمح بتاعتي اتطورت من غير ما اخد بالي؟ فبيقرر يشوف شاشه النظام، وفعلا زي ما توقع تقنيه الرمح بتاعته اتطورت وبقت متوسطه، وواضح ان الاعتماد على الرمح في القتال الفعلي هو اكتر حاجه بتزود قوته. دي تقنيه الرمح المتوسطه مخليه حاسس انه يقدر يعمل اي حاجه، امال لو طورها اكتر هيحصل ايه؟ وبعد ما بيدوس على شاشه النظام بيكون معاه تقنيات كتير ومختلفه من الرمح، فبتلمع عينه بحماس، وبعدين بيقول احساس مذهل، كم مهول من تقنيات الرمح المتقدمه بيغرق في دماغي، مش قادر استنى عشان الاقي وحش شرس من الرتبه الاولى واجربها عليه. وبيكون الحماس مليه وهو ماسك الرمح بتاعه ومبسوط. وفي نفس الوقت بنشوف فريق تشينج وليو وهم ماشيين سوا، وتشينج بتلمح ظل من بعيد وبتقول حاسه اني شفت مينج هنا. فبيبصوا لها الشباب وبيتريقوا عليها لانهم شايفين ان مستحيل مينج يكون هنا ويرمي نفسه للتهلكه قصاد الوحوش بقوته الضعيفه. فبتقول تشينج معقول كنت بشوف غلط، بس الظل اللي شفته من شويه كان شبه مينج بالظبط. وبيقول ليو وهو متضايق يا ترى مينج عامل ايه دلوقتي؟ وبيسمعوا واحد من فريقهم بيقول لهم بصوت عالي يا شباب تعالوا بسرعه، وحيد القرن ده شكله لسه ميت حالا. وبتلاحظ تشينج ان جرحه لسه ما نشفش، وبيقول الشاب اللي من فريقهم الجرح اللي في دماغه عميق ومن شكله باين انه اختراق بسلاح طويل الايد.
ده رمح. وهنا بتتفاجئ تشينج وبتقول يعني ممكن يكون الشخص اللي انا شفته من شويه هو مينج فعلا. وبيبدا افراد الفريق يتناقشوا في الموضوع وبيلاقوا انه مستحيل، لان ده وحش شرس من رتبه كبيره، مش اي حد يقدر يخلص عليه بسهوله، خصوصا لو حد في مستوى مينج. فبيقول الواد ابو شعر احمر عشان نعرف اذا كان هو اللي خلص على الوحش ولا لا، كل اللي علينا هو اننا نبص على ترتيبه في النقط، صح؟ وبتسمع تشينج منه وبتضغط على الساعه وبتلاقي ان مينج واخد المركز رقم 64 ومجمع 256 نقطه، يبقى فعلا هو اللي خلص على الوحش. وبياخدوا شباب الفريق الصدمه ومش مصدقين ازاي مينج بقى من ال50 الاوائل. وبنروح لبره الساحه، مكان اسمه المدرجات، وفي شاشات مراقبه وبيتكلموا عن اللي حصل، وان مدرسه المدينه الاولى واخده اول 10 مراكز، وخصوصا يانج اللي في المركز الاول ب 412 نقطه، وواضح انه من ضمن مركز الطلاب الاول في المدينه. وبنشوف واحد مبتسم وبيقول يانج هو ورقه الرهان بتاعت مدينتنا، ورياحه السريعه قويه جدا، حتى في امتحان فنون القتال الاقليمي هيكون خصم قوي، من رايي انه يقدر يدخل ضمن ال100 التوب في مقاطعه جيانج نان. وبنعرف ان الشخص ده تشانج وينشان، مدير اداره مدير التعليم في جيانج تشينج، وبيبص لمديرين المدرسه الاولى والثالثه وبيقول لهم انهم عملوا شغل كويس السنه دي، فبيشكروهم هما الاثنين وبيقولوا له ان ده كله بسبب توجيهاته. وبعدين بيبص تشانج لوراه وبيقول بس المدرسه الثانيه محتاجه تشتغل على نفسها اكتر، احسن واحد عندهم ترتيبه 18، وبيكون الشخص اللي وراه هو تشاو ياو مدير المدرسه الثانيه، اللي بيقول لنفسه من بين ال50 التوب في بس 8 طلاب من المدرسه الثانيه، يلا يا ولاد شدوا حيلكم. وفي وسط كلامه بيرفع راسه وبيقول لحظه، هو مين مينج ده؟ انا عمري ما شفت الاسم ده قبل كده. وبنشوف الاستاذ تشين مصدوم وبيقول لنفسه مينج في ال50 الاوائل؟ ازاي ده حصل؟ وبيمسح وشه من كتر التوتر وهو بيكمل بس هو مش كان في المستوى ايه، طلع كان مخبي قوته، بس مهما خبى هو ينفع قوه مستوى ايه فجاه تبقى اس؟ وبعدين بيبص لشاشات المراقبه كويس وبيقول ال10 الاوائل هم بس اللي ليهم كاميرا خاصه، فمش لاقي اي لقطه لمينج دلوقتي، بس ازاي جاب النقط الكتير دي؟ وبعدها بنروح للمنطقه الوسطى، ودي منطقه مستوى الخطر فيها عالي، وبنشوف شخص بيخطي برجله وبيكسر ازاز على الارض، والشخص ده بيكون بطلنا اللي بياكل شوكولاته وبيقول لنفسه بعد ما دخلت المنطقه الوسطى عدد الوحوش الصغيره قل جدا، وهنا الوحوش المصنفه عندها شويه ذكاء ودي ارضها، وده بيخليهم اصعب بكتير من الوحوش العاديه. وفجاه بتقع عينه على حاجه وبيشوف نمر شرس جاي من بين العربيات بعد ما دمرها، وبيزقر بصوت قوي ووحشي، فبيقول بطلنا اهو ده اللي كنت عايزه، وحش شرس من الرتبه الاولى، النمر صاحب شفرات الازرع، الظاهر كده انا حظي حلو، اول ما دخلت المنطقه الوسطى قابلت وحش رتبه اولى. وفي ثانيه بنشوف بطلنا وهو بيهجم على الوحش النمر وهو بيقول بحماس ده الوقت المناسب عشان اجرب مهاراتي بالرمح. النمر اللي بيصرخ من الالم، فبيبتسم مينج وبيقول لنفسه هو ده كل اللي يقدر عليه نمر مدرع من الدرجه الاولى، شكله بس ملك الطبقه الثانيه هو اللي ممكن يخليني استخدم شويه مجهود زياده. وبعدين بيهجم على النمر وهو بيضربه بالرمح في معدته، ورغم الالم اللي بيسيب النمر تاني الا انه بيبص بشراسه لمينج وبيهاجمه مره كمان، ومينج بيحاول يفلت منه بكل الطرق وبيقول زي ما توقعت نمر مدرع من الدرجه الاولى شرس وعنيد لسه عاوز يقاوم بكل يأس. وبعدين بيقوم مينج وبيستخدم قوه الرعد بتاعته وهو بيكمل، بس برضه مهما قاوم ملوش لازمه، وفي ثانيه بيكون خلص على النمر بضربه قاضيه، ونقط القدره بتتضاعف 14 مره. فبيقول مينج بابتسامه النقط اللي بكسبها من الوحوش الشرسه تقريبا ضعف اللي باخدها من الوحوش العاديه، كل ما الوحش يكون اقوى كل ما مضاعفه النقط تبقى اعلى. وبيجري مينج في المكان وهو بيكمل، القاعه اللي في نظر الناس مليانه مخاطر، بالنسبه لي دي فرصه اطور مستوايا، الفرصه زي دي نادره فلازم استغل الوقت واجمع اكبر قدر ممكن من نقط القدره. وفي قاعه المدرسين بنشوف ان مينج بقى في ترتيبه 32 بين الطلاب، وبيكون في ناس ملمومين حوالين الاستاذ تشين وبيمدحوا فيه لان وسط كل الفصول التانية طلاب فصله بس هم اللي دخلوا ضمن ال50 التوب. فبيقول تشين لا يا جماعه ده كله بمجهود الطلاب، انا ماليش فضل كبير. وبينتبهوا كلهم لصوت واحد بيشاور على الشاشه وبيقول لهم ان ترتيب مينج بقى في المركز 25 واخد عدد ضخم من نقط القدره مره واحده. وبنشوف المدير تشانج بيقول حسب نظام الامتحان لما تخلص على وحش شرس غير مصنف في القمه بتحصل على 6 أو 8 نقط، بس لما تخلص على وحش شرس من الدرجه الاولى ومستوى ضعيف بتاخد من 14 ل 16 نقطه. وبيقول تشاويا ومدير المدرسه الثانيه والساعه الذكيه بتحدث العداد كل 4 ثواني، يعني بيقطع تشانج وهو بيقول في 4 ثواني بس مينج خلص على 5 وحوش من القمه او 3 وحوش شرسه من الدرجه الاولى، الاداء ده ما حصلش بقاله سنين، الطالب ده من مدرستك يا تشاوياو؟ ازاي عمري ما سمعتك بتتكلم عنه؟ بيرد تشاوياو بصراحه انا لسه عارفه حالا، اظن انك محتاج تسال الاستاذ بتاعه عنه. وبيروح بعدها يشد الاستاذ تشين من دراعه عشان يعرف تشانج اكتر عن مينج وموهبته، فبيحيي تشين المدير تشانج وبيقول له هو متوتر ان مينج عنده قدره من الدرجه اي، وبيتفاجئ تشاوياو وبيساله ازاي بالقدره دي ويدخل الامتحان، فبيقول له تشين انه حاول ينصحه ما يدخلش الامتحان بس ما سمعش منه. وبيقول تشانج وهو بيفتح الميه بتاعته بس انه يوصل للمرحله دي بقدره اي ده معناه انه عنده مواهب تانية مميزه، وده خلاني فضولي اكتر ان استنى واشوف بمستواه الحالي قريب هيدخل ضمن ال10 التوب. فبيتوتر تشاوياو وهو وتشين ووشهم بيبهت، وشويه فعلا ومينج بيقدر يوصل للمركز التاسع. وبنشوف تانجي قريبه مينج واللي مركزها 12 بتقول زي ما توقعت مينج هو اللي تسبب في الفوضى بتاعت اوضه التدريب امبارح. وكمان بنشوف يانج اللي في المركز الاول بيقول في 6 ساعات لحد ما الامتحان يخلص، ووش جديد طلع فجاه للتوب 10 مينج عمري ما سمعت عنه،
وبتصور الكاميرات مينج وهو بيتحرك وبيخلص على قطة ظل من الدرجة الأولى، ونقط القدرة بتاعته بتزيد 14 أضعاف. فبيقول مينج بابتسامة زي ما توقعت، الصيد في المنطقة المركزية أكتر كفاءة، وبيبص بطرف عينه للطيارة وراه وهو بيكمل. واضح إني بالفعل دخلت ضمن ال10 التوب. الكاميرا الطيارة بتتبعني. امتحان دخول كلية الفنون القتالية كله بيعتمد على قوة وموهبة المتقدم، كل ما النتيجة كانت أعلى كل ما الاعتراف بيك يبقى أكبر، وأنا أصلا ما كنتش ناوي أخبي قوتي. ال10 التوب مجرد بداية. وبيقول مينج السر وهو بيفتح الشاشة، بس قبل ما ادخل المنطقة الأساسية لازم أعزز قوتي أكتر. معايا أكتر من 300 نقطة قدرة، بس لسه ما جاليش إشعار بالترقية للمستوى الأعلى. واضح إن مفيش طريقة تتطور من مستيقظ لحد مستخدم قدرة غير إنك تتعلم طريقة تدريب القدرة. يبقى في الحالة دي أكمل أطور صفاتي الجسدية والروحية، وأول ما بيطورهم بيحس بإحساس رهيب. ودلوقتي جه وقت إنه يدخل المنطقة الأساسية، والمنطقة الأساسية دي أعلى مستوى خطورة. وفي بداية المنطقة بنشوف 9 نمور مدرعة ملمومين حوالين وحش، ومعاهم نمرة أضخم منهم. ومينج واقف ورا العمود وبيتفرج وبيقول اللي في النص ده الهالة بتاعته حجمه مميزين جدا، ومعاها شفرات دراع طويلة بشكل غريب، ده أكيد ملك النمور المدرعة. وبيبتسم وهو بيكمل، يعني شكلها كده غنيمة تقيلة. بس قبل ما مينج يهجم عليه بيحس بحاجة وراه، ولما بيبص بيشوف يانج. فبيقول مينج تعالى خلاص شفتك. وبيقول يانج ذكي قوي، لقيتني حتى وانا مستخبي. انت بقى مينج اللي عامل قلبان وداخل التوب 10. فبيتفاجئ مينج ان يانج يعرفه، ويانج بيبتسم وبيقول له انا عارف كل اللي يقدر يدخل المنطقة الأساسية ما عدا انت. فلما شفت وش جديد طالع فجأة خمنت ان هو الحصان الاسود اللي طلع في الترتيب بسرعة. المهم انا كنت براقب مجموعة النمور المدرعة دي من شوية. فبيقول مينج يعني انت عايز تسرق الوحش بتاعي؟ وبيقول يانج لا ما تفهمنيش غلط، ملك النمور المدرعة ده وحش شرس من الدرجة الأولى. المستوى المتوسط والنمور بتصطاد في فريق، يعني مهما الواحد كان قوي صعب يواجههم لوحده. وبنشوف مينج بيبتسم وهو بيقول له مش محتاج لحد، انا لوحدي كفايه. وبنشوف مينج بعدها بيقرب من منطقه النمور المدرعه بشجاعه، وهم اول ما بيشوفوه بيبصوا له بعداء. فبيقول مينج لنفسه زي ما توقعت، مجموعه وحوش بقياده ملك عندهم ذكاء كفايه انهم يعملوا تشكيل بسيط للهجوم. وفعلا بيكونوا الوحوش مشكلين مجموعه شرسه جنب بعض، وبيهجم واحد منهم على مينج. وبنشوف يانج مستخبي وبيقول خلينا نشوف بقى هل الواد ده ماشي للموت برجليه ولا فعلا عنده حاجه خاصه. وعند مينج بنشوفه بيحرك الرمح بتاعه بسرعه كبيره حوالين بعضه وبيرفعه في وش النمور اللي اول ما بيلمسوا الرمح بيموتوا واحد ورا التاني. وبنشوف ملك النمور بيقرب من مينج اللي بيقول للاسف لسه قوتي البدنيه ناقصه شويه، ما اقدرش اخلص عليهم كلهم. وبيقف ثابت قصاد الوحش اللي بيزقر بصوت عالي ومزعج جدا لدرجه انه بيكسر شبابيك المباني اللي حواليهم. ويانج بيسد ودنه وهو مش مستحمل، ولكن مينج مش بيتهز وبيقول بتحاول تخوفني من البدايه، ممكن تخوف غيري بس انا مستحيل. وبسرعه بيهجم مينج على النمر وهو ماسك الرمح بتاعه، وبيتفادى ضربه النمر ليه وبيطير لفوقه. وبعدين بيلف بسرعه وبينزل بالرمح على راس النمر وبيخلص عليه وعينه بتلمع. وبيجيله اشعار النظام انه قدر يتخلص من ملك النمور وكسب 20 ضعف النقط. ويانج واقف مصدوم من اللي شايفه ومش مصدق ازاي مينج عمل كده. ومينج بيبص للوحش بعد ما خلص عليه وبيقول بابتسامه يا سلام على الكميه الضخمه دي من النقط بتاعه القدره. بالنظام ده مش عارف هجمع كام نقطه قدره لحد امتحان دخول الكليه ما يخلص. مش مهم، كل ما كان اكتر كان احسن. لازم استعجل وادور على مجموعه الوحوش اللي بعدها. ولسه بيمشي من المكان بيلاقي يانج بيلحقه وبيصرخ استنى، انت ازاي كسرت مجموعه نمور زي الشفرات دي بحته رمح طويل بس؟ ايه نوع قدراتك؟ وبيطير مينج من مكانه مره واحده وهو بيقول انا من نوع الرعد. فبيتضايق يانج وبيقول نوع الرعد؟ اكيد بيضحك عليا، لو مش عايز تقول نوع قدرتك ما تبقاش متكبر كده. حقيقي واخد لسه مخلص على عدد كبير من الوحوش والنتيجه بتاعته هتلحق نتيجتي بسرعه. والحقيقه ان ترتيب النقط بيظهر وبيكون مينج فعلا وصل للمركز الاول ويانج في المستوى الثاني. فبيتحرك يانج بسرعه بعد ما مينج قدر يعديه. وفي قاعه المراقبه بنشوف تشانج بيسقف وهو بيقول مهاره رماح متقدمه وقويه كده. مينج عنده 18 سنه بس ومع ذلك متمكن من رماح مستوى عالي. الكلام ده بيأكد انه فعلا وحش. وبيحط ايده على كتف شياو ياو وبيكمل بوجود مينج نقدر نمثل جيانج تشينج وندخل ضمن ال100 التوب على مستوى المحافظه. بعد الامتحان اقترح على المدينه تمنح مدرستك تقدير. فبيبتسم شياو ياو وبيشكره وبعدين بيمسح دموعه وهو بيقول لنفسه مينج فعلا مفاجاه كبيره ومدرستنا اخيرا هتطلع طلعتها. وبعد 3 ساعات في المنطقه الاساسيه بنشوف يانج بيتلفت حوالين نفسه وبيقول ايه اللي حصل للامتحان؟ فين كل الوحوش الشرسه في المنطقه الاساسيه؟ وبيشوف ناس بتقرب منه وبتقول لازم نسال رقم 1 عن الموضوع ده. فبيقول يانج هو انتوا ليه كلكم مع بعض؟ وبيكون قدامه تانجي قريبه مينج اللي في المركز التاسع، وهاو اللي في المركز الثالث، ودينجي اللي في المستوى الرابع. وبتكون دينجي متعصبه وبتقول مينج خلص على كل الوحوش الشرسه في المنطقه الاساسيه فما لقيناش حاجه وما كانش قدامنا غير اننا نتجمع مع بعض عشان ندفي نفسنا. فبتصدم يانج وبيقول مستحيل، ده في وحوش شرسه كتير في المنطقه الاساسيه. بتقرب تانجي منه وهي ماسكه ساعتها وبتقول له من الاخر باين عليك مش متابع الترتيب هنا، شوف بقى نتيجه مينج وهتفهم. واول ما يانج بتقع عينه على الترتيب بيصرخ بصدمه 3400 نقطه وبيخبط على وشه. وهو بيسمع تانجي بتوضح له لو هنطرح النقط اللي خدها في المنطقه الاساسيه يبقى هو تقريبا خلص على 200 وحش شرس في المنطقه الاساسيه لوحده. فبيقول يانج يبقى مش غريب ان مينج كان خايف حد يسرق الوحوش منه قبل كده، طلع انه مخطط يعمل كده من الاول. وبتقول له تانجي لسه باقي كام ساعه على نهايه الامتحان والمعركه ولسه شويه ساعات واحنا ناويين نزود جوله تانية في المنطقه الاساسيه. ويانج بيقول لها الوحوش هناك على الاقل من الدرجه الاولى، مستوى فوق المتوسط.
وفي وحوش من الدرجه التانية كمان، الدخول لوحدك كانك بتروحي للموت برجلك. وهنا بترد دينجي عليه وبتقول وعشان كده احنا بنتجمع، تحب تيجي معانا؟ وطبعا بيوافق يانج على اقتراحها. وفي مكان تاني وسط جثث كتير لوحوش اشكال والوان، بتشوف مينجا قاعد ورمحه جنبه وبياكل سناك وهو بيقول المؤن كلها خلصت وامتحان القتال قرب يخلص، لكن لسه في فرصه اخد نقط قدره اكتر، لازم اكمل وانزل اعمق. الوحوش من الدرجه التانية في اقصى قلب المنطقه ولازم ازود قوتي شويه كمان. ولما بيفتح نقط القدره بيلاقيها 2413، فبيقول ادخلهم في ايه دول؟ اعتقد هشحنهم هنا، وبكده المفروض اقدر اواجه نهائي امتحان المعركه السنه دي. الانطلاقه النهائيه بدات. يا ترى هيحطوا لنا اي نوع من وحوش الدرجه الثانيه في نهايه الامتحان السنه دي؟ وبنشوف الفريق واقفين كلهم مصدومين قصاد دب ضخم وهمجي بيهد كل المباني اللي حواليه. ويانج بيشوف انها بقت كارثه دلوقتي، ودينجي بتقول وحش نادر وشرس، جلده بيقاوم زي سبايك درجه اي، وحتى الصواريخ ما تقدرش تخترقه، لو ضربنا بمخلب واحد بس هيموتنا كلنا. وتانجي من كل الخوف بتقترح انهم يسيبوا المهمه دي ويمشوا، لان وسط الوحوش دي كلها مفيش فرصه انها تعيش حتى، فهتستفاد ايه بالنقط لو هتموت؟ بتديهم ظهرها وبتسال اذا كان حد هينسحب معاها. ويانج للاسف هو كمان بيكون شايف ان معاها حق، وكانهم هيروحوا للموت برجليهم. وقبل ما تانجي تمشي بتسمع صوت دينجي وهي بتقول ايه ده؟ بصوا مينج اللي هناك ده. فبتبص تانجي وبتشوف مينج بيتحرك بسرعه وهو بيدخل للمنطقه، ودينجي بتكون مبهوره بيه عكس يانج اللي كان متضايق من الامتحان كله. وبيشوفوا يانج واقف وسط وحوش شرسه وبيهاجمهم بالرمح بتاعه، والوضع خطير لدرجه ان كل الوحوش اتلموا حوالين يانج وحطوا ايديهم عليه، وكل ده قدام المتسابقين اللي بيكونوا شايفين انه اندفع بتهور وسط الوحوش دي. وتانجي بتتحرك بسرعه عشان تساعده، بس دينج بتمسك ايديها توقفها وبيحاولوا يمنعوها تنزل. فبتقول لهم تانجي مينج قريبي، ما ينفعش اقف هنا واتفرج عليه وهو بيموت. وعند الوحوش بنلاحظ ان بدا يظهر الرعد بينهم ويملى المكان كله، وبيكون ضوء شديد وقوي. فبيحط يانج ايده قدام وشه يمنع الضوء وهو بيقول الرعد ده ممكن يكون نوع القدره اللي مينج كان بيتكلم عنها. وبنشوف مينج واقف ماسك رمحه بعد ما استخدم قوه الرعد وقدر يتخلص من كل الوحوش اللي حواليه، وبيقول الاعتماد على القوه البدنيه بس قدام العدد الكبير ده من وحوش الدرجه الاولى لسه مش كفايه، مش هينفع اعتمد على بدني بس دلوقتي، لازم استخدم القدره الخارقه بتاعتي. وبيبص لقدرته الطاغيه والقويه وهو فخور بيها. وبعدين بيسمع صوت شديد حواليه، ولما بيبص بيشوف الدب الهمجي بيزعق بصوت عالي وهو واقف قصاده. فبيقول مينج لنفسه الدب الهمجي ضخم ومش مرن قوي، ومع رعد السما التاسع المفروض اقدر اتعامل معاه، بس اول ما المعركه تبدا الحاشيه الصغيره دي ممكن تكون مزعجه شويه. وفي الحاله دي بيقرر بطلنا انه يخلص من الوحوش الصغيره الاول عشان يفضل الوحش الكبير، وبسرعه بيتحرك من مكانه وبيهاجم الوحوش، وضربه ورا التانيه بيخلص منهم. فبيبتسم مينج وهو بيقول هي دي نتيجه تعزيز القدره من قدره اس على جسمي. للاسف سريان البرق جوايا قوي جدا، فمش هقدر احافظ على الحاله دي فتره طويله، بس كفايه انه يخلص على الوحوش دول. وبيروح مينج لباقي الوحوش اللي قدامه وبينزل فيهم هم كمان، والدب بيكون غضبان وهو بيشوف مينج بيخلص على الوحوش، ولكن مينج بيكون مركز على هدفه لحد ما بيعمل اباده شامله لكل الوحوش. وغضب الدب بيزيد لدرجه انه بيطلع ليزر من عينه. فبيبتسم مينج وهو بيقول له ايه ده؟ انت زعلان عشان الحاشيه بتاعتك بيموتوا واحد ورا التاني؟ ما تستعجلش، حاجه اتعامل معاك. بس بعد ما خلص على اخر واحد وبيتحرك مينج بسرعه ناحيه الوحش الاخير واللي بيكون واقف قصاد الدب، ولكن اول ما بيوصل له بيلاحظ مينج ان الدب كان متوقع تحركه وبيطبق ايديه الاتنين على مينج والوحش، بس لما بيبعد ايده بيلاقي ان الوحش اتبقى منه سائل، ومينج بيظهر من العدم وهو بيطير فوق الدب وبيقول بابتسامه اخيرا مفيش توابع ولا حاشيه يتدخلوا، يلا وريني يا دبدوب الفرو بتاعك اللي عامل زي الدرع، يقدر فعلا يستحمل قوه البرق بتاعتي ولا لا؟ واول ما الرمح بيلمس الدب بيحصل انفجار قوي وشديد، وقوه البرق بتملى المكان، والمتسابقين مش بيستحملوا تاثيرها، والناس في قاعه المراقبه بيتصدموا لدرجه ان المدير تشانج بيوقع ازازه الميه من ايده وبيقول بصدمه ايه ده؟ انت بتسمي دي قدره من الفئه ايه يا مدير تشاو ياو؟ انت بتهزر ولا ايه؟ وبنشوف واحد من الحضور بيقول بمجرد ما فعل قدرته خلص على وحش شرس من المستوى الاول في لحظه، وكمان قادر يواجه وحش من المستوى الثاني شبه متكافئ، ده حتى قدره من الفئه ايه ممكن ما تقدرش تعمل ده بسهوله. فبيقول شياو ياو معقول تكون دي طفره في القدره بتاعته؟ وبيقول تشانج وماله مفيش مشكله، بعد النهارده يمكن كل امبراطوريه شيا العظمى تتقلب عشان مينج. ولما بنرجع للدب بنلاقي ان انفجار الرعد ما اثرش عليه غير بمجرد خدش سطحي، وبيصرخ بشكل بيخلي مينج يقع من مكانه على الارض، وبيقول لنفسه زي ما هو متوقع من فصيله نادره من وحوش المستوى الثاني شعيراتها السميكه ضد السيوف والرماح، والاهم انها مش بتمرر الكهرباء. بالقوه اللي عندي دلوقتي صعب جدا اخلص على الدب ده من ضربه واحده وانا بتجاوز درجتين كاملين. وفجاه بيشوف الوحش بيتحول بشكل مخيف اكتر، فبيتصدم مينج من منظره ومن قوته اللي زادت بشكل مرعب. فبيحاول مينج يحمي نفسه بالرمح بتاعه وبيقول ايه ده؟ هو فعل مهاره الهياج بالسرعه دي؟ باين ان الدب ده فعلا بيكرهني. بالنسبه لمهاره الهياج دي مهاره مضاده متقنه عند الوحوش الشرسه شبه تقنيات القتال عند البشر، والدب دلوقتي فعلها عشان يخلص على مينج لانه نجح انه يغضبه ويخليه هايج بالشكل ده، وبيهجم عليه بسرعه. بس مينج بيتفادى هجماته بسهوله وبيبتسم وهو بيقول ده حلو قوي، ده زي ما توقعت. القوه الجسديه للوحش لما يدخل حاله الهياج بتعلى بشكل كبير، بس في المقابل بيخسر عقله المحدود اصلا ويبقى مجرد آلة قتل شغاله بالغريزه بس. ودلوقتي لازم اتفادى الضربات المباشره، مش صح ادخل معاه مواجهه وش لوش. افضل خطه هي ان استغل خفتي عشان اخليه بعيد،
واستنى اللحظة المناسبة عشان أعطله فيها. وبيفضل مينج يمارس لعبته مع الدب لحد ما بتيجي فرصته، وبيستخدم مرق السماوات التسعة بتاعه وبيفجره، وبينجح إنه يوقع بيه الدب على الأرض. فبيبتسم مينج وهو بيقول نص دقيقة بس من البرق السماوي البنفسجي، حتى أقوى درع مش هيقدر يستحمله. ولكن بيفاجئ الدب وهو بيقوم تاني عشان يهاجم مينج اللي بيتعامل مع الموضوع بسلام نفسي. وبيكون المرة دي جه وقت البرق البنفسجي، وبتبدأ هالة ضخمة من البرق والرعدة تملى المكان، وبيهاجم مينج الوحش بيها، والبرق بيزيد بشكل مرعب والمكان بيتدمر. وبينجح مينج أخيرا إنه يتخلص من الدب. فبيقعد مينج وهو بيسند على ركبته، وأخيرا قدر يخلص من الوحش ده بعد ما طور مهارة إعصار البرق من مبتدئ لمستوى متقدم، والقوة فعلا ما خيبتش أمله. فبيتنهد مينج أخيرا وهو بيقول رغم إنها دامت دقيقتين بس دي كانت أمتع معركة في حياتي. وبيبص للساعة وهو بيكمل على كده أنا جمعت كام نقطة بعد البهدلة دي كلها. وبعدها بنشوف على الشاشة المراكز والنقط بتاعت أول 3 مراكز، وبيكون مينج في المركز الأول بعدد نقط أكتر من 10,000 نقطة، والناس بتكون مصدومة من عدد النقط. والمدير تشانج بيصرخ بحماس 10,000 نقطة؟ ده مش بس كسر رقم يانج القياسي، ده حطم كمان رقم مقاطعة جيانج نان. الواد ده اكتشاف بطل المقاطعة السنة اللي فاتت كان جايب فوق ال 8,000 نقطة بشوية، يعني مينج تقريبا ضمن لقب بطل المقاطعة السنة دي. وعند مينج لما بيبص للساعة بيلاقيها 3:30 العصر ومفيش وقت كتير فاضل، وهو خلص على كل الوحوش في الدايرة الداخلية والمنطقة الأساسية، ودلوقتي لازم يرجع المنطقة الوسطى ويخلص على قد ما يقدر من الوحوش، حتى لو ناموسة صغيرة هيخلص عليها. وبيتحرك مينج في نفس اللحظة اللي المتسابقين الأوائل بيدخلوا فيها المنطقة. فبتقول تانجي مينج خلص على ملك وحوش من المستوى التاني، ده غير متوقع خالص. ويانج بيقول باستغراب هو ليه راجع تاني؟ هو كده الأول بفرق شاسع، ليه ما ينهيش الامتحان بدري؟ بتقول لهم دينجي شكله رايح على المنطقة الوسطى. لحظة، هو ممكن يكون راجع يصفي الباقي؟ ده ناوي يمسحهم كلهم. وطبعا وشوشهم كلهم بتبهت من فكرة إنه مينج عايز يخلص على كل الوحوش اللي في المكان. وبعدين يانج بيقول لهم بالسرعة اللي عند مينج دي ممكن فعلا يقدر يعمل كده، واحنا لو ما خرجناش دلوقتي مش هناخد ولا نقطة في الساعة الأخيرة، شراكتنا انتهت. سيداتي سادتي أنا أول واحد ماشي. وبعد الكلمتين دول بيجري بسرعة وتانجي بتجري وراه، وحتى دينجي بتصرخ عليهم يسيبوا لها شوية نقط. وبعد ساعة بيعلى صوت المايك امتحان القبول لكلية الفنون القتالية جيانج تشينج 2037 انتهى، واي قتل وحوش بعد الوقت ده مش هيتحسب، وعلى كل المتسابقين يرجعوا فورا. واول ما المتسابقين بيسمعوا الكلمتين دول في منهم اللي بيتضايق لانه ملحقش يخلص، ومنهم اللي بيفرح انه نجح في الامتحان. وبنشوف مينج حاطط الرمح على كتفه وماسك وحشه في ايده وبيقول خلص بسرعه كده؟ يا خساره لسه مش بعتش قتال. وفي الوقت ده بنشوف كل المتسابقين وهم بيخرجوا من المنطقه بتاعه الاختبار، وصاحبه تانجي واقفه مستنياها، واول ما بتطلع بتمسك ايديها وهي بتقول تانجي هو فعلا مينج ده قريبك؟ فبترد تانجي وهي حاسه بصداع انت سالتيني 3 مرات لحد دلوقتي. ايوه قريبي. وبتطلب شاو من تانجي رقم مينج، ولما تانجي بتقول لها انت مش كنتي بتقولي مش مهتمه؟ بتقول لها شاو ان الامور اختلفت وهو طلع الاول في الامتحان. وبيقطع كلامهم حركه الطلاب بسرعه من مكانهم وهم بيقولوا ان مينج خرج، وكلهم بيتجمعوا عشان يشوفوه. ومينج خارج بكل هدوء، وفي ناس بتبارك له وناس بتطلب منه يديلهم نقط، ومينج بيشاور لهم بهدوء. وعلى جنب بنشوف هاو حاطط ايده على كتف يانج وبيقول له اللي المفروض يبقى في المكان ده هو انت. فبيرد يانج مين كان يتوقع ان مدرسه ثانويه ثالثه تطلع وحش زي ده؟ عموما بالقدره اللي عندي انا راضي بالنتيجه. وبنشوف المدير شياو ياو بيبارك لمينج بنجاحه وبيعرفه على تشانج، وبيقول له انه مش محتاج يركب الاتوبيس لان تشانج هيوصله بنفسه. ولما بيبص مينج على الناس اللي وراه بيقول لنفسه كويس كده، لو ركبت الاتوبيس دلوقتي الناس هتغرقني اسئله ومش هلاقي هدوء. وبعد شويه في العربيه بنشوف تشانج بيسال مينج هيدخل جامعه ايه للقدرات الخارقه. بيرد مينج بصراحه انا كنت مركز الفتره دي على تقويه نفسي، ما فكرتش قوي في الجامعه. فبيقول تشانج بنتيجتك دي اي جامعه في البلد هتبقى متاحه قدامك، بس مع ان في مئات الجامعات نص مستخدمي القدرات العاليه اتخرجوا من ال3 الكبار دول، وهم جامعه جين سيتي للقدرات الخارقه في قلب امبراطوريه شيا العظمى تبع المنظمه الرسميه، او جامعه مودو في مدينه ساحليه كبيره موارد ممتازه وانديه قويه للنخبه، او جامعه تشينج جينج ودي ليها تاريخ اكتر من 200 سنه، تقاليد قديمه وهيئه تدريس قويه. ال3 دول حلم لاي طالب. بيقول له مينج فاهم، بس ايه هي طرق التدريب دي اللي بتحول المستيقظين لمستخدمين قدرات؟ وبيرد تشانج بص يا مينج طرق التدريب نفسها مستويات، المستيقظ العادي بياخد من 3 ل 4 سنين عشان يتحول لمستخدم قدرات، لكن اللي بيتدرب على طريقه تدريب من المستوى الاعلى ممكن يتحول في نص سنه بس. وبنتيجتك دي الجامعات هتتسابق عشان تقبلك بشروط مميزه، والاختيار هيكون ليك انت. فبيفهم مينج كلامه وبيشكره. وتاني يوم بنشوف مينج بياخد شاور ينعشه وبيفتح شاشه البيانات بتاعته، ولما بيشوف نقط الخبره بتاعته بيقول يا ترى النقط دي كفايه عشان ادخل جامعه قدرات خارقه؟ وبيخرج من الحمام بالمنشفه وهو بيكمل على كده في مسابقات صيد وحوش بعد دخول الجامعه، لو مفيش يبقى هضطر اضيف دخول المنطقه البريه لجدول اعمالي. وفي الوقت ده بنشوف 2 على الباب وواحده بتقول ايه ده الباب مكسور ليه؟ على العموم فرصه ندخل ونفاجئه. وبيفتحوا الباب وبيدخلوا وبنشوف انها تانجي هي وامها، وبيتصدم مينج لما بيشوفها قدامه مره واحده وبيجري لجوه بسرعه عشان يلبس. وبتكون شقته على نفس الوضع من ساعه ما قوته استيقظت، وبنعرف ان من يوم ما اهل مينج توفوا وخالته هي اللي فضلت جنبه ليل ونهار وحسسته بدفى العيله وخدت بالها منه وقامت بدور الام عشانه. ودلوقتي بتكون قاعده معاه وبتقول له يا مينج انا ما بفهمش قوي في امتحان الفنون القتاليه،
بس لما عرفت انك داخله قلقت جدا، ودلوقتي لما شفت انك سليم ارتحت. النتيجه مش مهمه حتى لو ما تقبلتش. فبيستغرب مينج وبيقول ايه ده، هي تانجي ما قالتلكيش؟ بتغبز له تانجي وهي بتقول لا، انا قلت اسيبك تقول لها بنفسك. وده بيخلي مينج يبتسم وهو بيقول خالتي انا عملت نتيجه كويسه جدا وجبت فوق ال10,000 نقطه. وهنا بتشرق خالته وهي بتشرب العصير، وبيلحقوها بمناديل وهي مش مصدقه ازاي حصل كده، وبتاخد وقت على ما تستوعب، وبتحضن مينج من فرحتها والدموع في عينيها، لان اخيرا عيلتهم بقى ليها وريث. واكيد اهل مينج فخورين بيه جدا دلوقتي. وفي مكان تاني بنشوف شاشه بتعرض صوره مينج وواحده واقفه بتقول الولد ده اسمه مينج، عنده 18 سنه، قدرته من النوع الطبيعي فئه اي، الرتبه بتاعته مستيقظ. وبنشوف واحد من الحضور بيقول لو النتيجه حقيقيه لازم نضمه فورا. وبيقول اللي جنبه بس بموهبته المعلنه ورتبته مستحيل يجيب الدرجه دي. وبيكون في ناس تاني بتتناقش، وواحد بيقول ان اداؤه في القتال اقل حاجه يكون من الفئه A او حتى S. وكمان بيكون في شخص معترض ازاي مدينه صغيره زي جيان تشينج تطلع الاول على البلد، وبيكون شايف انه غش في الامتحان او خد منشطات. بس بتدخل واحده وهي بتقول بصوت حازم خلاص بلاش جدال، دلوقتي احنا هنأيد مينج في الفئه S كتكنيد خاص، اما بقى الدرجه دي حقيقيه ولا لا انا هحقق بنفسي في جيانج تشينج. وبعدها بينزل مكتب تعليم مقاطعه جيانج نان نتيجه امتحان الفنون القتاليه للطلاب، وبياخد مينج المركز الاول. فبيفرح مينج اول ما بيشوف الرساله على موبايله وبيقول الاول على المقاطعه، اخيرا عملتها. والخبر ده بيتصدر كل الجرايد وبيقلب الدنيا وبيفتح ابواب كتير للنقاش، والناس ملهاش سيره غيره. وفي حفل توزيع الجوائز الناس بتسال المدير ايه رايك في تشكيك الناس حوالين نتيجه مينج. فبيمسك شياو ياو السماعه وبيقول بهدوء موقعنا الرسمي نزل فيديو امتحان مينج، اي حد يقدر يتاكد بنفسه، الامتحان عادل ومفيش شك. وفي ثانيه كان كل الحضور بيفتحوا موبايلاتهم وبيشوفوا فيديو الامتحان وبيكونوا مبهورين بيه. وبنشوف شياو ياو بيشاور لحاجه متغطيه وبيقول الفيديو ده دليل ان نتيجته حقيقيه 100%، وبصفته اول طالب من جيانج تشينج يوصل للقب الاول على المقاطعه مساهمته مستاهله تكريم اكتر. وبيسحب الغطا مره واحده وبيظهر شيك بمليون. وبيكمل شياو ياو مبروك للطالب مينج على لقب الاول على المقاطعه في امتحان الفنون القتاليه، جايزته 1,000,000 كاش من مكتب التعليم مع طرق تدريب للقوى الخارقه، والحكومه كمان هتديله مكافاه تانية وفيلا فخمه جوه المدينه. وبيبداوا الصحفيين يصوروا كل ده لانه هيبقى عنوان رئيسي. ومن بعيد بتكون واحده بتراقب كل ده وبتقول لسه الاهم من كل ده لازم يتاكدوا من مستوى قوته الخارقه. وشياو ياو بيكون مبتسم وبيسال تشين من تحت لتحت فين مينج. ولما تشين بيقول له انه بيتدرب وهيجي بيقول شياو ياو باستغراب بعد الامتحان ولسه بيتدرب، الولد ده فعلا مختلف. وفي مكان تاني بنشوف شياو ياو بيقدم الشاي للناس وبيحط قدامهم وهو متوتر وبيقول لنفسه الطبيعي ان الموضوع مش هيمر مرور الكرام، هي الناس دي ناويه على ايه. وبيسيبهم شياو ياو وبيخرج. وبنشوف واحده بتقول ما تجمعناش بقالنا كتير يا جماعه مش كده، يا ترى ايه اللي مستهدفينه المره دي. وبنعرف ان دي اسمها تشاوي وبتكون مديره القبول في جامعه مودو للقوى الخارقه. وبنشوف واحده بترد عليها مفيش داعي تعملي نفسك مش فاهمه، طول ما نتائج مينج حقيقيه يبقى مكانه في جامعه تشينج جينج. وبتكون دي مديره قسم القبول في جامعه تشينج جينج واسمها سويان. وبنشوف شخص ثالث بيبتسم بسخريه وهو بيقول لسويان هو عشان انت بتقولي لينا يبقى خلاص بتاعكو، انا بقول ان جامعه جين سيتي هي اللي ليها الحق فيه. والشخص ده بيكون يوان وزير القبول في جامعه جين سيتي للقوى الخارقه. وبنشوف تشاوي بتتنهد وهي بتقول لنفسها كالعاده التجنيد الخاص للمتفوقين على مستوى المقاطعه دايما بيعمل صدام بين اساتذه الجامعات التانيه. وبيقطع كل اللي بيحصل ده دخول مينج للمكان فجاه وهو بيرحب بيهم. فبيبصوا له بهدوء وبتقول تشاوي في سرها كويس، عنده طاقه كامله ومندمج مع سلاحه، واضح انه ما ركنش بعد الامتحان، كمان تحت ضغط 3 كبار زينا ما تهزش ولا لحظه. وبعدين بيتدخل شاو ياو وبيعرف مينج على ال3 وبتقول شاوي لمينج احنا كلنا شفنا فيديو امتحانك في الفنون القتاليه، قدراتك القتاليه قويه جدا وتقنياتك مبهره فعلا، بس عندي سؤال، شكل قدرتك ما بقتش هي الكهرباء الضعيفه اللي مسجل بيها من الاول صح؟ ممكن تشرح لنا اللي حصل بالظبط؟ وطبعا مينج كان متوقع انهم هيسالوا عن كده، فبيقول لهم انه قبل الامتحان كان بيتدرب في البيت وضربته صاعقه طبيعيه وبعد كده لاحظ ان قدراته بقت اقوى. فبتقول سويان ويوان في نفس الوقت ده شكله تحول في القدره. وتشاوي بتظهر حاجه بقوتها وهي بتقول لمينج ممكن انت لسه ما تكونش عارف ايه نوع التحول بتاعك بالظبط يا مينج، وانا بالصدفه جبت جهاز كشف القدرات الخارقه، تعال جرب قدامنا. فبيقرب مينج وبيحط ايده في الجهاز وبيستخدم قوته وبتتفاعل طاقه البرق الشديده وسويان بتنبهر بيها. وبعد ما الفحص بينتهي بيقول الجهاز ان القدره بتاعت مينج اسمها برق سحابه البنفسج العظيم، ولما بيجي الجهاز يقول التقييم بيهنج ومره واحده بينفجر. فبيبعد مينج ايده لورا والكل بيتخضوا وشياو ياو ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. واللي حصل ده بيخلي يوان وسويان يبتسموا لانهم كده اتاكدوا عشان القوه فقد قدره الجهاز الصغير، يعني مستوى مينج لازم يكون على الاقل من الفئه اس. وتشاوي بتبتسم نفس ابتسامتهم وبتحس بالانتصار لانهم راهنوا على الشخص الصح. وبنشوف يوان بيقول بحماس يا مينج جامعه جين سيتي بتعرض عليك 4 مليون مكافاه قبول وكمان طقم معدات 4 سنين وكل طرق التدريب والقتال مجانا للفئه اس. تدخل سويان وهي بتعلي عليه وبتقول انتوا بتعرضوا مبلغ صغير كده، لو جيت جامعه تشينج جينج مكافاه القبول 15 مليون وطول ال4 سنين
ليك كل المعدات وطرق التدريب والتقنيات القتالية، تختار اللي يعجبك من غير أي فلوس. وطبعا ده بالنسبة لمينج عرض ما يترفضش، وتشاوي بتنضم وبتقول كلمتها هي كمان. جامعة مودو مش بتدي فلوس ولا مكافآت، لكن بالنسبة لطرق التدريب والتقنيات القتالية نقدر نساوي أي عرض، وفوق كده هنوفر لك موارد الفئة اس كل سنة. وأول ما الاتنين التانيين بيسمعوا بموارد الفئة اس بيتخضوا، ومينج ما بيكونش فاهم وبيسألها إيه هي دي. فبتقول له تشاوي: سمعت عن الوحوش من نوع التنين؟ وحوش بجسم قوة طبيعية زي التنانين، بيتولدوا من المستوى الرابع أو الخامس، أقوى بكتير من أي وحش تاني. موارد الفئة اس بيشمل دم قلب تنين بالغ من المستوى الثامن، واللي بيشرب دم التنين جسمه هيتقوى جدا وقوته البدنية تبقى شبه قوة وحش تنين. وبنشوف سويان بتحط ايديها على راسها وبتقول: ده عرض مغري فعلا. جامعة مودو غنية بزيادة. ويوان بيقول: الموارد دي عادة للطلاب المتفوقين الكبار، ازاي هيدوا الواحد لسه طالب مستجد؟ احنا كده مش عارفين ننافس خلاص. تمام، القرار عندك دلوقتي، من بين الثلاث جامعات الكبيرة تختار انهي واحدة؟ بيبتسم مينجو وهو بيقول: انا هختار جامعة مودو للقوة الخارقة. وبيكمل في سره: زي ما كنت متوقع، مش بس مواردها الافضل، ده كمان مستوى التدريب القتالي فيها اعلى، نص ابطال الجامعة عبر التاريخ جايين منها. وبعدين بيشكر يوان وسويان وبيقول لهم انه خلاص اختار. وبنشوف تشاوي بتطلع حاجة من الخاتم بتاعها، وبيكون خطاب بتديه لمينج وبتقول له: مبروك يا مينج، احنا في انتظار وصولك. وده خطاب القبول من جامعة مودو للقوة الخارقة. ميعاد التحاق الطلاب الجدد اول سبتمبر، بس بما انك طالب مجند خاص تقدر تسجل بدري، وهنوفر لك سكن جامعي. فبيسألها مينج إذا كان ممكن يستفيد من طرق التدريب والتقنيات القتالية بدري، وبترد تشاوي وهي بتديله كارت: مفيش مشكلة، المكتبة هتوفر لك قاعة دراسة خاصة من غير أي إزعاج، ودي وسيلة التواصل معايا، كلمني أول ما توصل. وبيبص مينج الخطاب القبولي وبيقول: جامعة مودو للقوة الخارقة، مش قادر استنى أروح وأسجل. وبعدها في محطة القطر وعند بوابة التذاكر بيودع مينج جوز خالته، وخالته اللي بتكون متأثرة وبتدمع من فرحتها بيه. وبيبص لأب التانجي وبيقول: بالمناسبة أنت كمان جه وقت تكتملي اختيارات الجامعة صح؟ مينج رايح جامعة مودو للقوة الخارقة، يا ريت تختاري جامعة هناك برضه. وبتقول الأم: أيوة أبوكي عنده حق، كده أنتوا الاتنين تقدروا تساندوا بعض في المستقبل. فبتفهم تانج كلامهم رغم إنها متوترة من اللي داخلة عليه. وفي القطر بنشوف مينج قاعد وماسك كتابه وبيقول لنفسه: لسه قدامي 6 ساعات لحد ما أوصل، خليني أراجع طريقة تدريب القوة الخارقة. من أهم المكافآت بتاعة امتحان القبول الجامعي الطريقة دي، طريقة تدريب بحر الهاوية. زي ما القوة الخارقة ليها مستويات، طرق التدريب برضه متقسمة: مبتدئ، متوسط، متقدم، وقمة. كل ما المستوى يعلى سرعة التدريب تزيد. اللي عندي دلوقتي طريقة تدريب متوسطة بقوة ذهني الحالية واللي هي 180، حفظت محتواها في نص يوم. الطريقة بتقول إن في طاقة خاصة بتجري بين السماء والأرض، وبالفعل حسيت بيها من أول يوم، وظهر مؤشر الترقية في لوحة النظام. بس مش هضغط على الترقية دلوقتي، لأن الكتاب بيقول كل ما الطريقة اللي بستخدمها في الاختراق تكون أعلى، الفوائد بعد ما تتحول لواحد خارق بتكون أعظم. ولما أدخل الجامعة هقدر أقرأ طرق تدريب من مستوى القمة، يبقى ليه ضايع نفسي في طريقة متوسطة. وبعدين بينزل مينج من العربية بشنطته عند بوابة الجامعة، وبيتفاجئ لما بيشوف البوابة بس وعرضها، وبيكون متحمس يشوف شكلها من جوه عامل ازاي. وبنشوف تشاوي بتقف قصاد مينج بعربيتها وبترحب بيه وبتقول له يركب عشان يروحوا يخلصوا بعض الإجراءات. ولما بيركب مينج بتاخد رأيه في الجامعة، وهو بيكون منبهر بيها وبمساحتها، وبيقول بصراحة إن الواحد يشوفها بعينه أحسن بكتير من إنه يسمع عنها. وبعدين بتديله تشاوي بطاقته الجامعية اللي يقدر يدخل بيها أي مكان حتى السكن. وشوية وبنشوف مينج واقف بيبص للسكن وبيقول: لقيت غرف 4 أفراد، غرفة فردية، وشقق 3 غرف، بس عمري ما شفت فيلا كسكن طلاب. وبتقول له تشاوي: كل طالب عندنا ساكن في فيلا، مستوى الفيلا بيختلف حسب درجاته، وبما انك المتفوق الاول على المحافظه هتسكن في افخم فيلا مساحتها 800 متر، وما تقلقش من الوحده، الفيلا الاتنين دور فوق ودور تحت. فبيروح مينج وراها وبيقول في سره: بصراحه انا كنت يتيم قبل كده، وبعد ما انتقلت للعالم ده كنت لسه مفضل دفء السكن الجامعي، بس فيلا مش بطاله. وجوه الفيلا بيقعد بعد ما تشاوي بتقول له ان في شويه قوانين مهمه في الجامعه لازم ياخد باله منهم. ولما بيسالها مينج ايه هما، بتقول تشاوي: هما 2: نظام النقط ونظام المرشد الخاص. نظام النقط، هنا النقط هي كل حاجه، الاكل وشراء المعدات وحتى الكنوز النادره. القوه الشرائيه لنقطه واحده ممكن تساوي 10000 عمله. انت داخل بتقييم فئه اس، فليك 100 نقطه اول سنه. وبعدين بتنادي تشاوي على حد اسمه ايفا، وبنكتشف انه روبوت ذكاء اصطناعي بتاع السكن. وبتقول تشاوي لمينج: ده ايفا، نسخه فرعيه من النظام الاساسي بتاع الجامعه، لكن بمستوى ذكاء صناعي 4، ويقدر يساعدك في حياتك اليوميه. فبيبص له مينج وهو مبهور وبيقول لنفسه: ده التطور هنا سابق بعشرات السنين للعالم اللي جيت منه. وبيشوف تشاوي بتكمل: اما بالنسبه للمرشد الخاص، كل طالب بيختار مرشد يعجبه، ولو المرشد وافق يبقى معلمك الخاص. المدرسين هنا كلهم افراد خارقين بمستوى عالي، وليهم طرق تدريب خاصه مش بيعلموها لحد من بره. والعنصر بتاعك البرق، عندنا 4 مرشدين، اهمهم عميد اكاديميه السلاح يانج جينتيان. وبيعرض ايفا شاشه معلومات عن يانج جينتيان، وبيعرف منها ان الراجل ده عميد كليه الاسلحه في جامعه مودو، وبيكون واحد خارق من المستوى السابع ولقب برمح الرعد. وبتقول له تشاوي ان المعلومات بتاعت ال3 الباقيين كمان متسجله، 2 منهم من اكاديميه العناصر، والتالت رغم انه من كليه الاسلحه برضه لكنه بيركز على السيف الطويل. وبتقول لمينج ان الاختيار النهائي ليه،
فبيفكر مينج شوية وبعدين بيبتسم وبيقول عنصر البرق متخصص في الرمح، العميد جنتيان فعلا أحسن اختيار يبقى مرشد ليا. وبعد المحادثة دي بيتحرك مينج لمقر العميد جنتيان، ولما بيشوفه مكان راقي بشكل كبير بيقول إن طبيعي إن مقر المرشدين يبقى أحسن من سكن الطلاب. وقبل ما بيدخل بيشوف واحد وراه بيقول له أنت جيت تطلب تكون تلميذ عنده؟ لحظة، هو أنت مستيقظ ومجند خاص؟ ولما بيقول له مينج أيوه، بيقول الشاب الغريب السنة اللي فاتت الطلبة المتجندين خاص كانوا يا إما من المستوى الأول العالي يا إما مستيقظين مميزين من المتجندين السنة دي. في ناس كده برضه. أنا في كلية الأسلحة السنة التانية، لأ المفروض أكون في السنة التالتة دلوقتي. وبيعرفه مينج بنفسه هو كمان وبيقول له إن النهاردة أول يوم ليه. وبيقول له الشاب وجاي من أول يوم تسأل عن المرشد؟ يا صاحبي ليه السرعة دي؟ في العادي الطلاب الجداد ما يعرفوش حاجة عن مسابقة المستجدين غير بعد ما يسجلوا. فبيستغرب مينج إيه مسابقة المستجدين دي؟ وبيوضح له الشاب وبيقول مسابقة المستجدين في جامعة مدينة السحر تقليد قديم، بتتعمل عادة بعد 3 أو 4 أيام من التسجيل. كل الأساتذة بيجوا يتفرجوا والطلبة اللي بيبرزوا بيتقدموهم الأكاديميات، وبعضهم بيتاخد تلاميذ مباشرة من المرشدين. وبيكمل الشاب في سره طبعا مش مستحيل لواحد زيك يطلب مرشد بدري، بس حتى بالنسبة للمتجند خاص انك تبقى تلميذ العميد من اول يوم ده شبه كسب اليانصيب، على الاغلب هتروح وترجع فاضي. ومينج بيبتسم وهو بيشكره وبيقول شكرا للتوضيح. على كده انت كمان جاي تطلب ارشاد من العميد جنتيان؟ بيرد الشاب ايوه، انا جيت كذا مره خلال ال6 شهور اللي فاتوا لكن دايما بيرفض. كنت هستسلم لكن لسه عندي امل. فجاه الباب بيتفتح من ورا وبيظهر خادم اللي بيرحب بيهم وبيقول لهم ان العميد جنتيان مستنيهم جوه. فبيقول الشاب لنفسه غريبه يعني، الخادم ده عمري ما شفته، متحمس قبل كده، وحتى الاستاذ جنتيان عامل نفسه مستني، يمكن النهارده فرصتي بجد. واول ما بيدخلوا بيشوف العميد قاعد وفي واحد واقف وراه، ورغم ده في هيبه في حضوره لانه شخص زيه لازم يكون كده. المفاجاه ان العميد بيوجه له كلام وبيقول انت اكيد مينج، المديره تشاوي قالت لي عنك قبل كده، تعالى ورايا على صاله التدريب. يا ترى جنتيان ناوي على ايه مع مينج؟